هما 3 خطوات لو انت بتخاف من الموت. في بنوتة بعتت لي بعد فيديو اليقين بالله وقالت لي بقالي فترة كبيرة قوي عندها خوف شديد من الموت، وان ازاي بعد 50 سنة مثلا القوم دول هيتبدلوا، يعني مش هنكون القوم اللي عايشين دلوقتي موجودين. فكرة الموت بالنسبة لها مرعبة لدرجة ان حياتها واقفة، وكل لحظة بتتخيل ملك الموت هو جاي لها، وهو مفيش لا راحة ولا امان طبعا. طيب في جملة بتقول اذا اتضح المعنى زال الاشكال. خلينا ندي مثال ونفصص المشكلة حتة حتة. المثال بيقول لو عندك مثلا اب او اخ او عم او انتي شخصيا مسافرة من دولة لدولة، فسفرك من دولة لدولة ده عشان تجمعي لقمة العيش وترجعي لبلدك الاصلي. واحنا كده، احنا البشر كلنا كده، دي مش بيتنا الاصلي، احنا مكاننا الاصلي هناك. طيب احنا جايين الدنيا دي سكة سفر، دي سفر، احنا في غربة جايين بنجمع لقمة العيش علشان فعلا يبقى لنا هناك بيت، يبقى لنا هناك مكان ومكان كويس. لقمة العيش اللي بنجمعها هنا حسنات وأعمال صالحة، وربنا يوفقنا ليها يا رب جميعا. طيب أعمل إيه يا ياسمين؟ 3 حاجات. الخطوة الأولى إن أنا أطمن نفسي بإيه؟ حضرتك الوساوس دي موجودة، لأن يعني أنا أعتقد إنه في مشكلة في فكرة ملك الموت وفكرة اللحظة نفسها وفكرة الموت نفسه والميكانيزم واللحظة دي، لحظة الوفاة. فأنا محتاجة أفهم إنه احنا عندنا عبد من 2، يا عبد صالح يا عبد طالح. خلينا نتكلم على العبد الصالح. العبد الصالح في لحظة الوفاة ما بيكونش جاي له ملك الموت مكشر ولا متضايق ولا غضبان، فبيكون العبد خايف خالص. في اللحظة دي العبد بيكون آمن ومطمئن، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليه الملائكة الرحمة، بيشوف ملائكة الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بيشوف الملائكة اللي احنا ما نقدرش نشوفها حاليا، احنا ببصرنا دلوقتي ما نقدرش نشوفها، بس ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة دي بيخلي العبد يشوف الملائكة، سواء ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ولكن احنا واثقين في نعمة ربنا وفي رحمته. فملائكة الرحمة بإذن الله تيجي وتبشر العبد بأنه انت مكانك إن شاء الله في نعيم. يبقى دي أول حاجة، إن أنا أطمن نفسي وأفهم إنه لأ، أنا في اللحظة دي طالما ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله يعني موفقني لأعمال صالحة إلى آخره، وإن أنا بعد العدة، ودي حاجة تانية، دي تاني حاجة. فبأمر الله أكون مطمنة في اللحظة دي. طيب بعد عمر طويل يا أمي، عشان أمي بتتضايق معلش. طيب تاني حاجة إن أنا أعد العدة. يعني إيه أعد العدة؟ يعني خلاص إحنا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز لكل أجل كتاب. طيب يعني أنا عارفة إن هيبقى فيه لحظة بعد عمر طويل يا أمي إن شاء الله، في بركة من ربنا ورحمة يعني. طيب أنا عارفة إن اللحظة دي خلاص موجودة، فخلاص أعد العدة. يعني أعد العدة يعني مخليش ربنا ينظر لي، او مخليش كمان ملك الموت، لان ملك الموت بيبص لكل واحد فينا عدد مرات في اليوم يشوفني وانا على معصية. فلا، احاول قدر الامكان ان انا اكون عبد صالح، اكون عبد يفعل العبادات، اكون تواب اواب. ربنا يحب التوابين الاوابين. طيب تالت حاجة يا ياسمين، ما لا يدفع بالفكر يدفع بالذكر. يعني انا خلاص دي الوساوس والافكار والشعور وكل الحاجات دي تعباني جدا في حياتي ومش قادره اقاومها. اعمل ايه؟ يدفع بالذكر. اذكر ربنا على السبح، على المسبحه، الخاتم يعني خاتم التسبيح ان يكن، اذكر ربنا بعدد ورد معين مثلا، او ايا يكون اثبت او ما اثبتش، انتي حره يعني، بس يكون في ذكر. اول ما الافكار دي تيجي وتتعبك، لا، بسم الله، اقول لا اله الا الله، اصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اعمل اي ذكر، اقول اي ذكر، استعيذ بالله منها، اقول اي ذكر، لان الا بذكر الله تطمئن القلوب. بس والله، وربنا يطمن قلبك يا رب، يا رب امين. وجميعا ربنا يرزقنا جميعا الجنة بعد عمر طويل مديد في رحمة وبركة من حضرته. السلام عليكم.